السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده هنعمل فطيرة طاسة. فطيرة اجبان سهلة جدا وسريعة. طعمها حلو، بتعمليها بأي نوع جبن عندك. يلا ندفيهم كده في الشتاء ونعمل لهم حاجة ياكلوها وهم قاعدين. بصوا، اي نوع جبنة بقى، ما تلتزميش بنوع معين. يعني عندك جبنة موتزاريلا حطي، عندك كيري حطي، عندك نستون ورومي حطي، بتبقى طعمها جميل جدا بالجبنة الرومي. يعني ما نقيدش نفسينا، اي نوعين جبنة عندك حطيهم في العجينة. هنجيب كوباية لبن، هنكسر فيهم بيضة، وبعد كده هنحط عليها معلقة ملح صغيرة. اخلطيهم بقى كويس كده. وهنجيب كوباية وربع دقيق، وعليهم معلقة بيكنج باودر صغيرة، وهنحط حبة خل صغيرين. يعني ده بيضيع زفرة البيت وبيبقى زي المحسن كده في اي عجين. هنضربها جامد كده لحد ما تبقى سايلة زي الكيك كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى نحط كوباية جبنة، كوباية ونص. يعني تقسمي بين الموتزاريلا، انا ما كانش عندي غير موتزاريلا وعندي كيري سايلة، فحطيت من هنا يعني تقريبا نص كوباية، ومن دي برضو نص كوباية. ممكن تزودي الكوبايتين جبنة زي ما انت عايزة. هقعد بقى اضربهم جامد كده لحد ما يختلطوا ببعض وتبقى العجينة كده سهلة وسلسة كده، عشان اعرف احطها في الطاسة. هجيب طاسة ما بتلزقش، احط عليها دهنة زيت او زبدة للاحتياط. بعد كده هنزل بكبشة من العجينة، واوطي النار، اخليها وسطانيه كده عشان تستوي والجبنه تسيح جواها. وهغطيها. اول ما تحمر من تحت هقلبها على وشها على الناحيه التانية لحد ما تستوي كده وتبقى لونها ذهبي وجميل. سهله وسريعه، ومش بتحتاج تختمر ولا بتحتاج تريحيها ولا الكلام ده خالص. اول ما يكونوا جعانين تخشي على المطبخ على طول واعمليها. بصي لونها حلو ازاي. انا غطيتها طبعا، هتغطيها من الناحيه يبقى بعد ما تقلبيها تغطيها تاني، حسب بقى انت عايزاها بقى محمره قوي، عايزاها نص نص. يعني بصي، دي كانت غامقه ودي كانت فاتحه، حسب ما انت تحبي تاكليها. كمان الجبنه بتسيح من جوه، بس هي لما بتبرد بسرعه فما بتبانش. لكن بصوا، انا كنت عايزه اوريكم اهي الجبنه بتبظ منها، وسهله وسريعه. كل ما تيجي تعملي فطيره ادهني الطاسه، مع ان الطاسه ما بتلزقش، بس ادهنيها زبده او زيت هتاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه في الفيديو دوت. وان شاء الله دي سهلة وسريعة، ويا رب الفيديو يعجبكم وتجربوا الوصفة، واشوفكم على الف خير.